دي الحلقة التامنة من بودكاست عشان محدش مهتم. والمرة دي قررت ان انا اعمل حاجة مختلفة جدا. انا بجد مش عارفة ازاي انتوا مشفتوهاش. ان انا قلت او بدأت على طول الانترو من غير ما اقول هاي يا جماعة، وده يعني من باب التجدد وان انا مبقاش تقليدية، عشان شخص حقيقي جدا بيكره يعني التقليدية قوي 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 او كده. فكوني قلت قوي كتير اعرفوا ان انا كدابة، لان انا عيدت التسجيل ده يجي 600 مرة عشان ما اقولش هاي يا جماعة. فلا، هاي يا جماعة، ايه القرف ده؟ انا ليه اتعب نفسي ما اقول اللي انا عايزة اقوله انا عايزة ابقى كليشيه بس اخد راحتي في الكلام. عشان ما اطولش عليكم لان انا رغايه جدا، انتوا عارفين كده طبعا. حلقه النهارده تحت مسمى خانات الذكريات. طبعا الحلقه يعني مستلهمه من اغنيه الفنانه الجميله اللي بحب استعين بكل اغانيها في كل مواقف حياتي، الفنانه اصاله. وانا بصراحه كده عندي يعني حاجه سريعه كده عايزه اقولها لكم، هي مالهاش علاقه اصلا بالحلقه. ان انا ما اعرفش ليه الاغنيه دي كل ما بسمعها بحس استاذه اصاله واقفه في نص السجل المدني وبتزعق في الطابور وبتغنيها. انا بجد مش عارفه هي ليه ممكن حد يتخيل التخيل ده، بس يعني كده كده انا مش هتكلم في الحلقه دي او الابس دي على التخيلات ولا على استاذه اصاله ولا على اي حاجه تخص استاذه اصاله. انما بس انا استعنت بالكلمه مش اكتر. ليه بقى استعنت بالكلمه؟ عشان الحلقه دي يعني ما اعرفش، هي بديهيه قوي ان انا بتكلم عن الذكريات. يعني بجد مش قادره اقول لكم ان الموضوع في قمه البديهيه. لكن النقطه اللي انا عايزه اتكلم فيها مش في الذكريات بس، اصل انا يعني زي ما قلت لكم انا مش شخص تقليدي. فانا مش هكلمكم عن المين انفو اللي احنا عارفينها عن الذكريات، اللي هو دي ذكريات بس كده، لا يعني كده الكلام ما خلص. بصوا يا جماعه، يعني ليه خليني اخترت ان انا الحلقه دي اتكلم عن الذكريات؟ كده استفتاح كلام كده بيني وبينكم. انا من فتره صغيره زي اي حد لما بيتابع عارفين جروب جديد او بتعرفوا على جروب جديد، فبيجي الكلام عن طفولتكم لو هم ما يعرفوش عنكم او ما يعرفوش عنكم او شخصيتكم. بيجي السؤال عن طفولتكم كده. يعني النصيحه على الجنب كده بعيد عن الكلام. لو انتوا في قاعده في ناس ما تعرفوش لسه اول مره تقعدوا معاهم، ما تحكمش عن طفولتكم بجد، وهتعرفوا ليه. بس بليز يا جماعه ما تحكموش على طفولتكم على طول، حتى لو كنت طفولتكم حلوه او وحشه ما تحكوش. يعني لو اتسالت قولوا، وقولوا المختصر المفيد، ما تحكوش. لو سبيشالي لو اللي انت ناس قاعد معاهم دول ما تعرفهمش، ما تقوليش ليه او ما تسالونيش ليه، بس هتفهموا والله بعد كده. المهم ما اطولش عليكم بعيدا عن نصايحي اللي ملهاش اي ستين لازمه. الفكره نفسها انه اتسال لي سؤال، هو طفولتك حلوه ولا وحشه؟ طبعا واضح من السؤال مش محتاج اشرح فيه ان هو تو اوبشنز، يا يا لا. بس بصراحه بما اني شخص يعني مختلف او متخلف، انا بجد مش عارفه احدد الفرق. بس انا ما عرفتش ارد، ما عرفتش اقول ولا لا. اللي هو ينفع تعيد السؤال تاني؟ بجد والله كنت حاسه ان انا قاعده يعني في برنامج من سيربح المليون. الاجابه واضحه وصريحه. ايه التوتر اللي انا توترته ده؟ وقعدت افكر كتير لغايه ما بقيتش اجابه فتوهت في الكلام. بس طبعا اسكت يعني اعيش حياتي كده من غير ما افكر في الاجابه. قعدت يعني ايام كتيره كده ضيعتها من عمري بفكر باوفر سينك بالليل بعد الساعه 12. هل انا طفولتي حلوه ولا وحشه؟ وليه انا لما اتسالت السؤال ده ما عرفتش ارد على طول؟ الناس كلها لما اتسالت قالت يا يا لا. ويعني حتى اللي قال لا قال لا ليه وعلى طول وسكت. انا ليه بقى ما عرفتش اجاوب؟ هل لاني ما سالتش نفسي السؤال ده قبل كده؟ بس هو الحقيقه لا، انا 24 ساعه بسال نفسي السؤال ده. فليه برضو ما عرفتش ارد او اجاوب؟ وليه انا حتى الان بعيدا عن الشخص اللي سالني انا حقيقي ما عنديش رد للسؤال ده؟ وهل طبيعي ان احنا ما نكونش عارفين آه، في مرحله في حياتنا كانت حلوه ولا وحشه؟ يعني هل ده طبيعي؟ هل دي حاجه عاديه ولا انا عشان شخص يعني غريب الاطوار فده عادي؟ فقعدت مع نفسي، ما اصل انا بصوا يعني بموت في الرغي مع النفس كده، بحب النقاشات الوهميه اللي انا بخلقها كده. فقعدت يعني اتكلم مع نفسي شويه. هل طبيعي انه يبقى احنا عندنا ذكرى في حياتنا مش عارفين نحدد مكانها؟ يعني مش عارفين هي حلوه ولا وحشه. ليه بقى؟ لانه احنا ممكن مثلا نقول طب ماشي، هل انا طفولتي حلوه فاجيب موقف حلو، بس لما اقعد افكر شويه في الموقف الحلو ده اكتشف ان الموقف الحلو ده ليه سايد وحش. ممكن يكون 50-50%، يعني 50 حلو 50 وحش. مش هقولك مثلا بنسبة معينة فتقول لي النسبة الأكبر تبقى حلوة أو وحش فخلاص احنا نقول إن هي حلوة أو وحشة. لأ، هو 50-50. فأنت في الحالة دي، وأعتقد إن الذكريات ما فيهاش نسب مئوية. يعني هي أصل هي مش فيزياء هي حددها بالنسب. هي الموضوع متداخل قوي، فأنت مش عارف بجد هي موقف حلو ولا وحش. هل طفولتي كانت جيدة مثلا من ناحية إيه؟ طب مثلا من ناحية كذا ممكن أقولك مش حلوة، من ناحية كذا ممكن أقولك وحشة، لكن توتالي أنا أقدر أقول طفولتي كانت حلوة ولا وحشة؟ لأ، مش عارفة. فهل بشكل عام ذكرياتنا احنا كاشخاص هنعرف نصنفها؟ هل الذكريات قابله للتصنيف؟ يعني انا مثلا ممكن نشوف مثلا فيلم انسايد اوت اللي انا اكاد اجزم انه اعتقد ان معظم اتفرج عليه او حتى سمع عنه. يعني مش هقول لك اتفرج عليه، سمع عنه. الفيلم الانيميشن المعروف اللي عمل ديزني، اللي كان بيتكلم فيها عن المشاعر وعن صراعات الخوف والحزن، وقصدي الخوف والحزن والغضب والسعاده والحاجات دي كلها. وبرده ليه علاقه بالميموريز وفكره انه يعني ما اعرفش، اكيد ده كلام يعني خيالي مش هنلحد، بس الميموريز مثلا بتحط في يعني في خانات معينه. خانه مثلا معينه دي ذكرى سعيده او خانه دي ذكرى سيئه. فبجد ازاي ممكن نحط خانات للذكريات اللي احنا مش عارفين نصنفها؟ وهل اصلا كونسيبت تصنيف الذكريات دي حاجه قابله؟ يعني هل ممكن احط ذكريات مواجع، ذكريات سعيده؟ هل في حاجه اصلا اسمها توتالي حاجه سعيده او توتالي حاجه وحشه؟ يعني انا
يعني أنا لمّا جيت فكّرت فيها لقيت إنه في المُجمل concept إن حاجة تبقى حلوة أوي أو وِحشة أوي ده concept خاطئ إحنا خلقناه من دماغنا، وإنه في الحقيقة ما فيش حاجة pure حلوة وما فيش حاجة pure وِحشة، يعني جو الملايكة والشياطين ده فوق عند ربنا بقى مش في الأرض اللي إحنا عايشين فيها دي. فده كان concept شوية عندي اللي هو يعني إحنا ممكن نصنّف ذكرياتنا إزاي؟ يعني أنا برضه ممكن أحكي لكم مثال بما إن أنا شخص كتوم جدًا، فأكيد هاحكي لكم مثال من قصة حياتي الغير مهمة بالمرّة. أنا مثلًا عندي أزمة الفترة المؤخرة دي، أنا يا جماعة باحب الصور البولارويد اللي هي بتتصور وبتطلّع في ساعتها، الصورة تطلع في ساعتها تمام، وباحب أحتفظ بالحاجات دي، أنا باحب الmood ده أوي. فأنا من فترة كنت هاجيب جراب كده شفاف عشان أحط فيه صورة من الصور البولارويد اللي عندي، بس المشكلة اكتشفت إن كل الصور البولارويد اللي عندي كانت متصورة فترة حلوة، يعني أنا فترة باحبها، يعني فترة سعيدة بالنسبة لي، بس الشخص اللي معايا في الصورة مش موجود في حياتي دلوقتي، ومش موجود في حياتي عشان هو يعني انتقل إلى فوق يعني، لأ هو لسه عايش على قيد الحياة يا جماعة، بس ما بقاش في حاجة بيننا، ما بقاش في كلام، ما بقاش في حوار رايح جاي، وممكن أحيانًا برضه ليه ذكريات مش ألطف حاجة. فهل في الحالة دي الذكرى الحلوة هتتوسخ بإن في ذكرى وحشة؟ يعني أنا قصدي إيه، يعني هل أنتم هتحتفظوا بالصورة دي عشان الصورة دي بتفكّركم بفترة معينة حلوة في حياتكم، بس في نفس الوقت الصورة دي لو أنتم اتفرجتوا عليها هتشوفوا الشخص اللي ما بقاش موجود في حياتكم واللي هتفتكروا هو عمل معاكم إيه فهتزعلوا أكتر، فالذكرى السعيدة هتتحول لذكرى سيئة، والّا ده ما بيتسبش بده؟ يعني هل إحنا نعرف نفرّق ما ندخّلش ده على ده، والّا إحنا مش هنعرف نفرّق ومش هندخل على بعضها ونكتئب فلازم نقطّع الصورة أو نمسحها؟ فده السؤال اللي جه قدّامي، هل أتخلّص من الصور دي والّا أسيبها؟ طب حتى لو هاسيبها إن أنا أشوفها بشكل daily والّا أسيبها إن أنا أحطها في مكان كده ولمّا تيجي الصدفة إن أنا أشوف الصور هاشوفها؟ ده السؤال اللي أنا قعدت أسأل فيه نفسي فترة طويلة. وكمان فكرة إنه هل طبيعي إن إحنا نمسح ذكرياتنا؟ ده بقى يعني بعد الdiscussion دي كلّها وصلت للنقطة دي، هل طبيعي إن إحنا نمسح memories اللي بتجمعنا بأشخاص، بعيدًا بقى عن حوار الذكرى الحلوة واللي فيها أشخاص مش حلوين دي، عشان ده صراع هاقعد فيه يومين 3 تانيين غير الأيام اللي أنا قعدت فيها بافكّر، بس دلوقتي إحنا لينا صور مع ناس ما بقوش في حياتنا، ما بقوش في حياتنا عشان هُم خسرناهم، فقدناهم، بس لأ ممكن الفقد تبقى حاجة مختلفة، ممكن نستثنى الفقد من الموضوع، يعني ما بقوش في حياتنا، اتخانقنا، لو أنت مثلًا أو يعني شخص ما بيسمع البودكاست ده مرتبط رغم إن أنا أشُك في النقطة دي وما بقاش مرتبط دلوقتي، فهو دلوقتي في حالة فقدان أو انفصال عن الشخص اللي بيحبه، هل الطبيعي إن هو يمسح؟ أنا بقى قررت إن أنا ما اشغّلش عقلي في النقطة دي بصراحة، أصل يعني too much تشغيل عقل، وأنا يعني عقلي إيه، بعافية شويتين الفترة دي، فأنا قررت إن أنا أsearch كده على الموضوع، هل هو healthy أو يعني صحّي لينا إن إحنا نمسح ذكرياتنا مع الناس، والّا هو ده مش صح أو ده هروب ما هو إلا هروب ومش علاج للموضوع ومش مواجهة يعني لحقيقة إن أنت انفصلت مع شخص، لإن في ناس بتقول إن أنت كونك مسحت كل حاجة، أنت بتهرب من الحقيقة، ومع أي مواجهة أو أي حاجة هتفكّرك بيه هترجع أسوأ من الأول، ده العكس أنت أمّا تسيب الصور دي بتتعامل إن هي خلاص بقت ذكرى وما بقتش حاجة غير ذكرى، بتبقى أحسن. ده كان رأي شُفته من إحدى الأشخاص اللي كانوا بيقولوا آرائهم، اللي برضه ما لهمش أي مستند علمي يعني، بس أنا صدّقتهم أوي. ولمّا فتحت برضه واحدة كده اسمها إيمي تشان، أتمنى أكون باكتب اسمها صح، والله العظيم أنا في الأسماء يعني ضايعة، كانت عاملة كتاب أصلًا عن فكرة الانفصال وما بعد الانفصال وكده، هابقى أكتب لكم أو هاسيب لكم اسم الكتاب واسم الarticle اللي أنا جِبته منه الكتاب، لإن أنا حقيقي مش هاقرا الكتاب، لإن زي ما قُلت لكم أنا يعني عقلي بعافية الفترتين دول، فقريت الsummary وقررت إن أنا أقول لكم الsummary ده يعني، كانت بتتكلم عن فكرة إنه الطبيعي أو الأصح عشان نكون نفسيًا أحسن، لإن هي قالت إن الانفصال بيأثّر على جسمانيًا ونفسيًا، يعني ناس كتير فاكرة إن هي لمّا تنفصل عن شخص بتحبه أيًا كان صديق أو يعني حبيب ربنا يعني يكتبها لنا يا رب، آآ بتأثّر نفسيًا وجسمانيًا، مش بس نفسيًا، يعني في ناس ممكن توصل إن هُم ييجي لهم مشاكل عضوية صريحة وما بتبقاش ليها سبب، بس مجرد إنه هُم نفسيًا متضايقين أو متوترين أو طول الوقت بيفكّروا في الشخص اللي هُم سابوه ومش عارفين يتخطّوا حياتهم من غيره especially لو الشخص ده يعني الشخص اللي اتساب ده عنده مشاكل تخُص التعلُّق أو كده، الموضوع بيبقى أسوأ كتير وممكن يوصل لحالات نفسية وِحشة وجسمانية وِحشة. فساعتها قالت حَل لطيف أوي، غير طبعًا الbasic زي ما قُلت لكم إنها تمسح كل حاجة، اللي هو حرفيًا هدايا كانت مدّياها لها تمسحها، حتى لو هدايا أو يعني ترميها، حتى لو الهدايا دي بتحبها أوي أو مفيدة جدًا، ترميها كلّها، كل الصور تمسحها، كل حاجة بتفكّرها بالشخص ده تمسحه، تعمل له block على السوشيال ميديا، تعمل له كل الطُرق الممكنة إنها تمسح الشخص ده، حرفيًا يعني لو ناقص تمسحه من الدنيا تقتله، هتعملها عادي جدًا. وقالت ساعتها إن الحل عشان يقدر الشخص ده يheal من فكرة إن هو انفصل عن شخص، إن هو أقل حاجة
يبعد 30 يوم عن الشخص ده، اذا كان من السوشيال ميديا او من الحقيقه. يعني هو ولا يشوفه في الحقيقه ولا يشوفه على السوشيال ميديا ولا يشوف اي حاجه تفكروا بيها لمده 30 يوم، ده على الاقل. و60 يوم ده الايديال او الحاجه الصح جدا او البيرفكت، يعني ان احنا ما نفتكرش الشخص ده. هل انتوا بقى ممكن تقعدوا 30 يوم بتهربوا من شخص ما، سبيشالي لو الشخص ده كان في حياتكم؟ وخاصه بقى اسوأ حاجه كمان انا عايزه اقول لكم عليها، لما الشخص ده بيكون الناس كلها عارفاه، يعني اللي هو انا معرفه الناس كلها على الشخص ده. فاكيد بقى اول ما يختفي، وانا اكيد مش اول ما انفصل عن الشخص ده همسك مايك وامشي في الشارع اقول والله انا انفصلت عن فلان الفلاني. فاكيد مره من مرات اللي هي في المده على طول اللي بعد الانفصال هقابل شخص ما يبقاش عارف ان انا انفصلت، فيقول لي ايه هو فين فلان. فطبعا بقى الشخص يتقهر. انا ما جربتش احساس ده بصراحه، يعني ماليش دعوه بالبوينت دي، بس انا بقول لكم موقف شخص مرتبط مثلا. وعلى فكره انا ممكن يكون جربتها بس من ناحيه صديق، ان هو يبقى عندك مثلا حد انت بتحبه قوي كفريند قوي، يعني كان صاحبك جدا 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 جدا، ومره واحده بتتخانقوا وما بتبقوش تتكلموا مع بعض، ودايما متعودين مثلا تروحوا مكان سوا. فلما تروحوا المكان ده يعني سبيشالي لو مدرسه او كليه او ايا كان او شغل، فيسالك مثلا فين فلان، فانت مش عارف ترد، او حد من اهلك مثلا يسالك هو فلان ده بقى فين، انت مش عارف ترد عليه. فدي موقف وحش. فتخيل انت حتى هتعرف تمسح كل حاجه عنه، يعني هتمسح ميموريز، هتمسح وجوده، مش هتقابله في اي حته، هتهرب من كل الاماكن اللي هو موجود فيها، هتعمل بلوك من السوشيال ميديا، كل الكلام ده. هل برضه هتعرف تتجنب اسئله الناس عن الشخص ده وهو مش موجود؟ مش عارفه. هل بقى الكلام اللي بتقوله ده عملي علمي؟ لا مش عارفه، ممكن تجربوه وتقولوا لي لان انا كده كده مش هجربه مع نفسكم انتوا 30 يوم و60 يوم. يعني بجد انا اصلا همل من المده، مش من فكره ان انا بهرب من شخص يعني، وفكره انا ما بحبش الهروب. لا هو انا بحبه بصراحه، مش هكدب عليكم، بس يعني الهروب من شخص ما دي انا بحسها مستحيل. انا حاولت وجربت وما نفعتش، بس ممكن غيري يعرف ينفع. بس خليني قبل بس ما نقفل كونسبت المسح ده، انا عندي مشكله بصراحه مع كونسبت المسح او يعني ان الناس تمسح على طول لما بتسيب حد او كده. بصوا يا جماعه، مع احترامي الكامل لمشاعركم، انا في صور ثانويه عامه، ما لازم ثانويه عامه مش عارفه امسحها. مش هقول لكم بقى اشخاص وحبيب ولا قريب ولا صديق، انا في ملازم ثانويه عامه مش عارفه امسحها لغايه دلوقتي، والله العظيم خايفه امسحها. هتسالوني طب ليه؟ هل انت مثلا عندك حد اصغر، اذا كان صحابك او اخواتك او اي حد ممكن يعني يستفاد من الملازم دي؟ لا، اصلا اللي اعرفه ان المناهج اتغيرت من بعدي. طب هل انت مثلا في كليه ليها علاقه بالملازم دي؟ برضو لا. فيعني بجد يا جماعه، انتوا مش محتاجين تحسوا دلوقتي بالميموري او يعني الاستورج بتاعت موبايلي بتعاني ازاي في صمت، لان انا حرفيا سايبه لها هيجي اكتر من جيجا صور لملازم ثانويه عامه، وبجد مش عارفه انا ليه محتفظه بيها لغايه دلوقتي. وبجد كل مره اقول امسحها ايدي بتكوني ان انا امسحهاش واسيبها. فتخيلوا بقى ان انا ملازم ثانويه عامه اللي هي اوريدي اذتني في حياتي مش عارفه امسحها، مالكم بالاشخاص؟ انتوا بتقولوا لي امسح؟ يعني لا يا جماعه، انا اقعد مع ميموريز بتاعتي اجلد في ذاتي كل يوم بالليل مع كل الذكريات السيئه، ولا ان امسح بقى والكلام بتاع حياه جديده وبهجه تاني خالص، ده مش بتاعي. المهم على ذكر المسح بقى والذكريات، انا بصراحه يعني مكسوفه من نفسي قوي وانا بقول لكم ان انا كنت شفت فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind. انا اتمنى اكون منطقه صح، ان هو اسمه طويل قوي، فيعني ايه يا جماعه ما لقيتوش اطول من الاسم ده تسموه الفيلم. بس انا مكسوفه من نفسي ان انا اقول لكم ان انا اتفرجت عليه مؤخرا. يعني تخيلوا فيلم من 2004 وانا المفروض بقول ان انا بحب السيما وما اتفرجتش عليه. حاجه كده في منتهى الدناءه. انا مش عارفه بجد انا عايشه ازاي بعد اللي انا بقوله ده، وانا مكسوفه جدا من نفسي ان انا ما اتفرجتش عليه. وانتوا لو ما اتفرجتوش عليه كسفوا على نفسكم واندموا ان انتوا ما اتفرجتوش عليه. هتقولوا لي طب ليه؟ يعني ايه كل الافوره دي؟ بصوا يا جماعه، شفتوا ان احنا بنتكلم فيه كل الابيسود دي عن الانفصال وعن الذكريات وعن مسح الذكريات او عن وجودها. الفيلم ده اعتقد ان هو بيلخص كل الاسئله دي. هو مش هديك اجابه، انا شايفه ان الفيلم ما اداش في الاخر يعني فاينل انسر كده عن الموضوع، انما هو اتكلم عن فكره. مش عايزه احرق لكم الفيلم، بس هو يعني هو كل الست اللي انا فرضتها دلوقتي في الابيسود دي كلها هو هتفكروا فيها من اول ما تتفرجوا على اول ربع ساعه من الفيلم. وبجد فكره الفيلم انا شايفه ان هي فكره تحفه، وهي اصلا اللي شدتني او شجعتني ان انا اعمل الحلقه دي. يعني انا اوريدي كنت بفكر في الموضوع ده من قبل، بس ما كانش عندي الدايركشن واضح ان انا هعمل ابيسود عن ايه. بس اول ما شفت الفيلم ده سجلت الحلقه دي، فيعرفوا ان انا لسه متفرج عليه طازه، فانتوا محتاجين تتفرجوا عليه برضو، عشان انا مش هقدر ابطل ان انا احرقه. وطبعا طول ما ذكرت اسم فيلم في الابيسود ده معناه ايه؟ ان انا على انستجرام هتلاقوني بنزل الريفيو عن الفيلم او عن اي فيلم تم ذكره في الحلقه دي، هتلاقوني بتكلم عنه او بشرح اي تفاصيل على حاجات عجبتني او ما عجبتنيش يعني. وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان انتوا اكيد دلوقتي بتسمعوني من اليوتيوب، فمحتاجين تعملوا سبسكرايب، ولا بتسمعوني من انغام تعملوا فولو، وتسمعوني برضو من بوديو تعملوا سبسكرايب او فولو ايا كان يعني. وعشان ما اطولش عليكم، يعني الفاينل انسر او انا مش هجاوب بصراحه لان انا مش عارفه اجاوب، بس اللي انا اقدر اقوله انه الحاجات ما بتتقاس في المجمل. يعني مش حد بكرهه او حد سبته على طول امسح، ولا انا على طول اسيب. انا بحس ان الموضوع نسبي على حسب
الموقف وسِبنا بعض إزاي، وعلى حسب الsituation عامل إزاي، وعلى حسب أصلًا شكل ذكرياتي معاه إزاي، لإن في ناس بتبقى حرفيًا الذكريات دي عبارة عن حياتها، فهي مش طبيعي تمسح chapters كامل من حياتها. يعني أنا لو حد صاحب عُمر مثلًا أو حتى ممكن يكون شريك حياة، لإن أحيانًا ممكن ناس خلاص هُم انفصلوا تمامًا، يعني totally هُم انفصلوا، ففي سنتين من عمرهم ضاعوا هُم حرفيًا كانوا مع الشخص ده. أنا شايفة إنه في الأول هتبقى صعبة، إن قدّامك ذكريات مش هتعرف تheal منها أو تعرف تmove on، بس أنا مش شايفة إنك تمسح المسح الكلّي اللي ما يخلّاكش فترة من الفترات ترجع للذكريات دي، لإن أنا باشوف إن أنت لمّا تدخل علاقة صحية بعد كده، ده لو دخلت يبقى تِف على القبر يعني، هتفتكر إنك كنت في علاقة أسوأ، فتحمد ربنا على النعمة اللي أنت فيها، أو تدخل في علاقة أسوأ، فتحمد ربنا إن أنت كنت في علاقة أحسن من اللي فاتت يعني، أو لأ، اللي فاتت كانت أحسن من اللي أنت فيها دلوقتي يعني. أنا باشوف، أو يعني عشان أنا شخص باخاف جدًا من المسح، فما تمسحوش، بس أنتم لو عادي قلبكم ميت امسحوا عادي، أو ما تمسحوش برضه. بُصّوا اعملوا اللي أنتم عايزينه، ودي كانت آخر الحلقة، وفي announce كده سريع ما أعرفش ممكن تكونوا هتتبسطوا أو تتضايقوا منه، أنا مش عارفة، بس أكاد أجزم ممكن تفرحوا يعني، إنه الحلقة دي يعتبر في يعني إحنا خلاص إحنا في أواخر الseason 1 كده، والمفروض season 1 فاضل له حلقتين ويخلص. فأنا مش عارفة دي حاجة حلوة والّا وحشة بالنسبة لكم، بس أتمنى تكون وحشة، أتمنى أو حلوة مش عارفة، وما أعرفش أصلًا ممكن يكون في season 2 والّا لأ، بس اللي أنا عارفة إن أنا الحلقتين الجايين دول عايزة أتكلم عن أفكار كتير، وأنتم لو في بالكم فكرة أو في بالكم فيلم أو رواية أو أي حاجة أنتم عايزين تتكلموا عليها، أنا كده برضه totally مش هاتكلم عنها، لإنه أنا اللي باتكلم هنا بس، أنتم بتسمعوا، فأنتم مش هتختاروا مواضيع، أنتم بس ممكن يعني يعني آخد رأيكم تقولوا لي أتكلم عن إيه والّا إيه، بس ده لو أنتم عملتوا لي follow على Instagram عشان تعرفوا بقى إيه أنا هاتكلم عن الموضوع الجاي عن إيه في أي يوم يعني. بُصّوا كل التفاصيل هتلاقوها هناك. باي باي يا جماعة.